تعال أمّا أشرح لك أنواع الحملات الإعلانية اللي موجودة على تيك توك، نوع كل حملة، الهدف بتاعها، إمتى تستخدمها، اقلب الموبايل بتاعك وتعال ننتقل مع بعض للشاشة، وبافكّرك لو عاوز تعرف برضه أنواع الحملات الإعلانية اللي موجودة على فيسبوك وإمتى تستخدمهم، شوف الفيديو اللي فات لإنه هيفرق معاك كتير. تعال بينا ننتقل للشاشة علشان نشوف كل حاجة مع بعض. زي ما أنت شايف هنا إحنا فاتحين التيك توك ads manager بتاعنا عادي، هو هنا بس جايب لنا رسالة كده إن تيك توك لسه شغال في الUS اللي هي الUnited States ولكن بlimits معيّنة عشان المشكلة اللي كانت حصلت بين تيك توك وأمريكا، مش موضوعنا دلوقتي. بعد كده هنيجي هنا ندوس على create علشان يبتدي يدخّلنا نشوف الأنواع بتاعة الحملات الإعلانية الموجودة على تيك توك. زي ما أنت شايف كده هو بيحمّل معانا الصفحة اللي هتظهر لنا علشان نبتدي نشوف أول حملة وهي حملة الreach. بكل بساطة نفس اللي قُلناه على فيسبوك، حملة الreach هي هدفها الوصول لأكبر عدد من الناس بس. فلو أنت هدفك إن أنت توصل لأكبر عدد من الناس، عايزهم يعرفوا إن أنت موجود، عاوزهم يعرفوا إن الbrand بتاعك موجود، تقدر تختار حملة الreach. ولكن في الأغلب ناس قليلة أوي اللي بتستخدم حملة الreach لإنك مش هتستفاد منها بشكل كبير إلا في حالات معيّنة والحالات دي قليلة. طيب بعد كده عندي جزئية الترافيك، نفس الفكرة إن أنا عاوز أوجّه الناس لمكان بشكل كبير، يعني مثلًا عايز عدد زوّار كبير أوي ييجي لي على الويب سايت، فابدأ إن أنا أختار الحملة ترافيك علشان ناس كتير جدًا تدخل على الويب سايت بتاعي وأقدر إن أنا أستفيد من الترافيك ده. طيب بعد كده عندي الفيديو views بكل بساطة من اسمها إن أنا عاوز مشاهدات أكتر على الفيديوز بتاعتي، عاوز أعمل إعلان لفيديو معيّن وعاوزه يجيب أكبر عدد ممكن من الviews. طيب بعد كده نيجي لواحدة من أهم الحملات اللي أنا باشوفها موجودة على تيك توك وهي الcommunity interaction. حملة الcommunity interaction لو أنت عاوز توصل لآلاف الfollowers هي دي الحملة المناسبة بالنسبة لك، هتخلّيك تحصل على followers كتير جدًا، ناس كتير أوي هتعمل follow للaccount بتاعك عن طريق الحملة دي. فلو أنت عاوز تكبّر الaccount وعاوز يبقى عندك عدد followers كبير، استخدم الcommunity interaction. بعد كده عندنا جزئية الapp promotion اللي هو الترويج للتطبيقات، ودي فيها جزئيتين اللي هو الapp install والapp retargeting. إن أنت هنا تقدر إن أنت تعمل حملة علشان ناس أكتر تنزّل الapplication بتاعك ويبقى موجود عندهم على الموبايل، وطبعًا ده هيكون فيه مكسب كبير ليك. فلو أنت عندك application وعاوز تعمل حملة إعلانية تقدر إن أنت تختار حملة الapp promotion. بعد كده عندنا الlead generation. الlead generation هنا بكل بساطة إن أنت عاوز الناس تخش تملى الform بتاعتك، يسيبوا لك بياناتهم سواء عايز يسيبوا لك اسمهم، رقم تليفونهم، العنوان بتاعهم، مهتمين بحاجة معيّنة والّا لأ. زي مثلًا إن أنت ممكن تكون شركة عقارات، معرض سيارات، شركة سياحة، فعاوز الناس تسيب لك بياناتهم عشان فريق الsales يرجع يتواصل معاهم، فتقدر تعمل ده من حملة الlead generation. بعد كده عندنا حملة الwebsite conversions وهو ده قوي جدًا لو أنت عندك website في مجال زي الfashion أو في مجال زي يعني الfashion بقى سواء لبس أو أحذية وهكذا، في المجال التعليمي، فعاوز توجّه ناس أكتر للمنصة بتاعتك أو للويب سايت بتاعك علشان ياخدوا أكشن ويشتروا من هناك. هي دي ببساطة أنواع الحملات الإعلانية الموجودة على تيك توك. أنت عرفت كل حملة منهم بتعمل إيه وهتستخدمها ليه، على حسب طبعًا الهدف اللي أنت في دماغك عاوز توصل له. فأنا طبعًا باحب جدًا على تيك توك الcommunity interaction. وقبل أمّا تعمل حملة الsales على تيك توك علشان دي نقطة مهمة أوي إنك تسمعها، قبل ما تعمل حملة الsales على تيك توك اعرف أنت الaudience بتوعك لمّا بييجوا يشتروا بياخدوا الأكشن على تيك توك والّا لأ، لإن ده هيفرق معاك كتير جدًا. في الآخر أنا زياد سليم، وإحنا هنا كنا في داجوت أكاديمي. أتمنى إن أنا أكون عرفت أفيدك في الفيديو ده، ولو عاوز تستفيد بشكل أكبر تقدر تخش على المنصة بتاعة داجوت أكاديمي وتشوف الكورسات اللي عليها، لإنها قادرة تخلّيك محترف في مجال الmarketing.